دخيلي. أما نساء مصر فيكفي المصريات فخرا وعزا وشرفا أن سيد الأنبياء محمدا عليه الصلاة والسلام كانت جدته هاجر مصرية وأم ولده مارية مصرية. ويكفي المصريات فخرا أن ماء زمزم تفجر إكراما لامرأة مصرية ولابنها هاجر وابنها إسماعيل. ويكفي المصريات فخرا أن هاجر المصرية لما سعت ما بين الصفا والمروة خلد الله تعالى فعلها، وأمر الله تعالى الأنبياء وسائر الأولياء والحجاج والمعتمرين بأن يسعوا كسعيها. ويكفي المصريات فخرا أن أم موسى عليه السلام مصرية، وأن آسية امرأة فرعون مصرية التي قال الله جل وعلا عنها: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. ويكفي المصريات فخرا أن المرأة الصالحة التي كانت ماشطة لبيت فرعون كانت مصرية. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لما كان الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، قلت يا جبريل ما هذه الرائحة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. رواه الحاكم وصححه. أيها الناس، إن أهل مصر هم من ألين الناس تعاملا وأحسنهم أخلاقا وأدبا. قال تاج الدين الفقيه من عاد